ما تفرضش عليا التوجه تاعك، انا غادي نخليك تطرح الموضوع اللي راك باغي، ودير المداخله اللي راك باغي، وتسربي المغالطه اللي راك باغي. انا تقبلت. اذا كان نتايا تقدر تبلع لي فمي هنايا يا خويا نتحي لك. خلينا نعرفوا المتابعين واش هو الموضوع اللي راك باغي تطرحه. خوتي، وزير الاناقه يؤمن بفكره تواجد الكعبه في تيبازا كما يقولوا قبر الروميه، ويؤمن بان القدس متواجده في المملكه المغربيه الشريفه النزيهه العفيفه. هذا هو التوجه نتاعه. التوجه هذا اللي ماذا بكم ما تروحولاش، ما نعطيكمش اسم تاع الانسان اللي داير هذا المحتوى هذا باسكو قادر يغلطك. دروك نتايا وزير الاناقه، اسكو تعترف باللي هذا موضوع كبير ولا ما تعترفش؟ بيان سور سي تو طافي نورمال. موضوع ماشي لا كبير، هذا الموضوع قادر يطيح بالنظام العالمي كاع باسره، قادر يصرى بلبله كبيره. وهذا الموضوع هذا يعني هذا الموضوع هذا اسمح لي نمشيو درجه درجه. روح معايا غير بالسياسه، غير بالسياسه، روح معايا على حساب عقلي. والموضوع هذا واش هو الطابع الغالب عليه؟ غالب عليه الجانب الديني، غالب عليه الطابع الديني. يعني لازم انسان يكون متمكن في الدين ومن الجانب الديني باه يتكلم في هذا الموضوع هذا. انا نشوف دعاة كي دايرين ومشايخ وائمه كبار وصانوا لسانهم على هذا الموضوع هذا، ما تكلموش فيه. في حين نشوف وزير المكياج والغجالاف يقول لك سورة المائدة الآية 42 يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول لك هذا إنسان متمكن. تبدا تسربي الخلع عنا، ما تسربيش الخلع على عباد الله. حفظنا سورة البينة. مازال كاع ما هضرتش خويا، مازال كاع ما هضرتش. ما قديش تهضر. الموضوع اللي الأسئلة اللي أنا نطرحهم لك ما تساعدكش. أنا لو كان ما تجاوبنيش على هذه الأسئلة ماذا بك تهبط؟ أنا غادي نهبط ننسحب. يعطيك الصحة. هذه هي نهبط. حفظ سورة البينة غادي نولي نحفظك ونربح معاك أجر. يا حسن. روح أبا روح.